الى حاجه شنو توجدي العشاء اليوم، جبت لك واحد الوصفه سهله وبنينه وزواعره ودغيا كتوجد. يلا معايا دابا نحضروها وتشوفوا معايا المكونات. دابا بالنسبه للمكونات عندنا 3 البيضات، زلافه ديال المطيشه محكوكه، وعندنا فرماج احمر ونص كيلو ديال القمرون، وعندنا زيت البلديه، وعندنا زيت النباتيه، والتوابل هما التحميره، البزار، الملحه، الخرقوم والسكينجبير. ودابا اللي بغى يدير الثومه يديرها. انا غنستعمل غير الثومه بودر هي اللي عندي. ودابا يا غنبداو في التحضير، كنغسلوا القمرون وكنخليوه على جنب. دابا يا غنبداو نحضروا في الصوص ديال الطوماط ديالنا، كنديروا فيها الزيت النباتيه والزيت البلديه. كتعطي واحد البنه تبارك الله زوينه في هاد المقايه ديالنا، هي اللي كتعطي ديك البنه ديالها. كنخلطوهم مزيان باش يدمجوا لينا داك المكونات اللي درنا، باش يدخل الزيت مع مطيشه. كنخلطو مع الاستمرار. النصيحه ما قلتش لكم ديما تكون العافيه مهيله، حيت كانت العافيه مجهده بزاف غادي تحرق لكم دغيا وغتنشف لكم مطيشه كلها. انا ما عنديش فواصل ديال الثومه، عندي غير هاد الثومه بودري هي اللي استعملتها. حتى هي بحال اللي عنده الثومه عاديه يحكها مزيان، اللي عنده بودر يديرها بجوج بحال بحال. كنخلطهم حتى هي باش تدخل لينا داك. فما نزيدو شي مكون كنخلطو باش يدخل لينا. وهنايا عندنا معلقه صغيره ديال حك ديال المطيشه، كنخلطوه مزيان حتى كيذوب بحال كان في الثلاجه. وراه السر ديال هاد المقيله باش كتجينا خاطر وكتجينا زوينه هو التحريك. كنخلطو كندخلو كيوليو المكونات منسجمه مع بعضياتهم. هنا عندنا نص كاس ديال الماء، كنخلطوهم مزيان. كما قلت لكم راه التحريك هو كلشي. دابا غندير في التوابل اللي قلت لكم قبيله في اول فيديو كلهم كنضيفوهم وكنخلطوه ثاني مزيان. دابا بعد ما المطيشه ديال الصوص ديال المطيشه بدات تنشف شويه، زدنا القمرون ديالنا وغنخلطوه مزيان باش يتشحر مع داك الصوص ديال المطيشه. نخليوه حتى يطيب وغنزيدو معاهم البيض. دابا كما كتشوفوا الخوت دابا راه طاب. ها هو زدنا ليه داك 3 البيضات اللي وريكم قبيله، غنخلطوهم باش البيض يجي في اي كاع البلايص، يجي في جميع جوانب ماشي غير في الوسط. اللي بغى اكثر البيض يزيد على البيض يزيد اكثر. انا اكتفيت غير ب3 البيضات صافي. دابا هي كيف ما كتشوفوا المقله ديالنا طابت، غادي نزيدو غير داك الفرماج الاحمر من الفوق ونحطوه على الصينيه باش الصاع ديالو يطلع ويذوب لينا الفرماج راه كنديروه حتى الاخير باش يذوب. ودابا هذه هي النتيجه ديال الوصفه ديالنا. دابا هي وجدات. الا عجبكم الفيديو ديروا لايك واشتراك في القناه باش يوصلكم كل جديد. كاين بزاف ديال المشاهدين المتبعين ديال القناه ديالنا ما دايرين الاشتراك، غير كينساوها. دابا انا فكرتكم فيها باش ما تنساوش ابوني. شكرا فضلا وليس امرا. تلاقاو فيديو جديد.